تعال اقول لك على اخر احداث ملف التجديدات في النادي الاهلي وايه اللي داير في الوقت ده. مروان عطية اول لاعب معانا وهو كان متقدم له عروض خليجية كثيرة وبرواتب ضعف الرواتب اللي بياخدها في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي رفض، ولو فكر في التعاقد مع بيع مروان عطية هيبقى بعد كاس افريقيا بعد ما تنتهي. تاني لاعب معانا هو اللاعب بلال عطية، ناشئ النادي الاهلي واللي تقدم له عرض من هانوفر الالماني، والعرض ده عرض رسمي وعلى ترابيزة النادي الأهلي، والأهلي بيفكر يا إما يبيعه يا إما يخليه، ولكن بالنسبة الكبيرة هيبيعه عشان يفيد النادي الأهلي من المبالغ المالية اللي هتيجي مكان الصفقة. تالت لاعب معانا هو أحمد رمضان بيكهام، والوليد صلاح الدين صرح وقال إن تروب لسه مستني قرار هيرحل أحمد رمضان بيكهام ولا هيكمل مع النادي الأهلي. بس انا شايف من وجهة نظري ان احمد رمضان بيكهام لو رجع ويلعب، لو كمل مع النادي الاهلي ولعب اساسي، احمد رمضان بيكهام هيفيد النادي الاهلي. رابع لاعب معانا هو حسين الشحات اللي تقدم له عروض خليجية كتيرة، ولكن اللاعب رفض كل العروض وعايز يكمل في النادي الاهلي. بس ملف ان هيجدد بكام ولا ايه السعر ولا النادي الاهلي هيدفع كام لسه ما اتحسمش، وهو نفس وضع احمد عبد القادر اللي لسه موقفه ما اتحسمش مع النادي الاهلي. الملف التعاقد ده مع احمد عبد القادر وحسين الشحات هي قربت انها تتحسم، بس لسه ما قرروش القرار الاخير هيبقى ايه. وبس كده، سلام.